بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايبي ومتابعيني من كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في روتين جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض روتين سهل وبسيط، بس هنبدأه إن شاء الله بحفلة عيد ميلاد لبنتي سلمى. كل سنة وانت طيبة يا سلمى. زي ما شايفين الجو ما شاء الله مليء بالتورته والكرواسون، يعني لزوم حفلة عيد الميلاد. كل سنة وهي طيبة. حبيت ان انا ابدأ به الفيديو كحاجة كده مبهجة وحاجة مفرحة، قبل ما نبدأ بقى في التعب والشقة بتاع المطبخ وتجهيزات شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الابواب. ربنا يا رب يجعله عام سعيد ومبارك وشهر الخير واليمن والبركات على الأمة الإسلامية جميعا. هنتفرج مع بعض على حاجات كده بسيطة، لقطات بسيطة من العيد الميلاد. فاحنا ان شاء الله هنزله فيديو كامل في فيديو تاني غير ده. فانا حبيت بس يعني انزل جزء منه كمقطع صغير كده يشجعنا على الروتين او يدينا تحفيز كده ان احنا ندخل المطبخ للتعب والشقة. بس يلا الحمد لله ان شاء الله هيبقى يعني حاجات بسيطة كده هتعدي على طول وهنعملها. طبعا هي بتاخد وقت، لكن قدام الكاميرا طبعا بتاخد حاجات بسيطة جدا بعد المونتاج، بعد التعب، بعد كل ده. ان شاء الله تعالي بس نتفرج كده شوية على الحاجات اللي كانت موجودة على السفرة. هي صممت ان احنا اوريها لكم لان هي كانت مبسوطة بيها كتير. هوبا كده بقى دخلنا على المطبخ وعلى التعب اللي احنا هنشوفه ان شاء الله. بس معاكم ان شاء الله كل حاجة تبقى سهلة. ديت احنا طبعا اول حاجة بنجهزها او بنفكر فيها هي تفريزات الطماطم. ازاي هنفرز الطماطم؟ عشان طبعا احنا عارفين ان هي بتغلى شوية في شهر رمضان. فاحنا جبنا كمية، استغلنا ان دلوقتي الطماطم يعني اسعارها كويسة جدا. في ال4 كيلو ب10 وفي ال3 كيلو ب10 اللي هي الكويسة قوي. فانا جبت شوية كتار كده عشان نفرزهم مع بعض. وطبعا كلكم ما شاء الله يعني لا غبار عليكم، تعرفوا كل حاجة في المطبخ وشاطرين، بس يعني بنستفيد من بعض او بنشجع بعض بمعنى اصح. هنا غسلتها ولازم نغسلها كويس جدا تحت مية جارية، وحشت طبعا العروش اللي فيها الخضرة وسبتها في الطبق ده على الحوض عشان تتصفى براحتها جدا. لان احنا مش هنحط لها مية خالص وهي حاطينها على النار. بعد ما عملتها ما صفتها بدأت ان انا اقطعها كده اربع. وحشت بقى البوزة الصغيرة ديت اللي هي الخضرة ديت اللي بتبقى فيها، عشان ما يعني ما احبش ان انا اصفيها، او حتى لو صفيناها ما يبقاش معايا قشور كتير. وكمان عشان انا فتحتها كده عشان اساعدها ان هي تنزل المية بتاعتها، وحطيتها على النار زي ما احنا شايفين بدون نقطة مية. وطبعا اللي انا طلعتها ديت كانت قطعة بنجر عندي، فحطيتها طلعتها من الفريزر، حطيتها بتدي لون حلو للطماطم. وسبتها مع نفسها كده على نار عالية في الاول، وبعد كده هديت عليها النار شوية عشان تستوي معانا وتتسبك كويس جدا. وبعدها طبعا بعد ما استوت طفيت عليها النار وسبتها تبرد وتهدى براحتها خالص، وبدأت ان انا اصفيها. هنا بقى في المرحلة دي انت ليكي كامل الحرية ان انت تصفيها او ما تصفيهاش. طبعا لو ضربتها كويس كويس جدا بالهاند بلندر او بالخلاط بتاعك مش هتحتاج ان انت تصفيها. ولو حبيت ان انت تصفيها برضو يبقى خير وبركة. يعني في ناس ما بتحبش ان هي تصفي، فبتحطها في الطبيخ كده على طول من غير ما تصفيها، بتبقى حلوة برضو لان هي مسبكة كويس جدا. نسيت اقول لكم ان احنا واحنا بنسلقها على النار حطيت فيها معلقة سكر ومعلقة ملح عشان تعمل تعادل كده للحموضة اللي في الطماطم. وبدأت ان انا اكيسها في الاكياس ديت وافرزها واطبقها بالطريقة ديت. طبعا ما يمنعش ده كله في التعب ده ان انا اعمل لنفسي كوباية شاي. فسخنت مية في الكاتل عشان استغلها في حاجتين، ان انا اعمل فيها الليفت الحلو ده. وانا هنا مقطعاها بالضلوع بتاعته لان احنا بنحب الضلوع كويس جدا، يعني بنحبها قوي. فعشان كده في ناس كتير على فكرة زينا كده بيحبوا الضلوع ديت، فبيعملوها بيخزنوها مع الليفت. وفي ناس ما بتحبهاش، فانت برضو ليك مطلق الحرية. انا هنا قطعتها تقطيعات عشوائية مش بالقطاعة بتاعتي ولا حاجة، لا انا قطعتها كده بالسكينة مباشرة عشان بس انجز في الوقت بتاعي. فطبعا التقطيع ده براحتك. انا عملت الليفت ده قبل كده، وعملت كمان الصلصة دي قبل كده، فعشان كده ما حبيتش ان انا اشرح لكم اكتر.
فاللي حابب ان هو يدور في القناه او ان انا انزل اللينك بتاعهم، هما الاتنين تخليل في الليفت وكمان صلصه الطماطم، ان شاء الله احط الرابط تحت الفيديو. فطبعا بدأت المية تغلي اهيت، فهصب ان شاء الله منها كوباية شاي كده تعدل المزاج. وبعدين نستغل المية ديت في الليفت، لان هي لازم تكون مية الليفت اللي هنخلل بيها الليفت تكون مية مغلية قبل كده ومعقمة، عشان بس ما تعملش حاجة كده رغاوي كده بيضة على الليفت وتبوظ منك الليفت. فلازم تضمني ان هي تكون مغلية من قبل، وتسيبها كمان تبرد براحتها. بدأت ان انا هعمل لنفسي كوباية الشاي، وعملتها سكر كده مظبوط، و يعني كان نظام دلع كده الواحد يشجع بيه. هو في ناس بتشرب قهوة نسكافيه وانا برضو بحبهم، بس المزاج في الوقت ده طلب شاي. والله هو كان المفترض ان انا اخد كوبايه الشاي ديت واقعد في البلكونه او اقعد في مكان هادي كده بشربها على مزاج وروقان، بس يلا الحمد لله يعني اضطريت ان انا اشربها برضو وانا واقفه بشتغل في المطبخ. فالمهم ان احنا نشربها وخلاص يعني. كنت عايزه اقول لكم اتفضلوا معايا، بس طبعا يعني حاجه بسيطه كده، مش يعني انتوا تستاهلوا اكتر من كده طبعا. يلا بسم الله. كفايه بقى كده وقت الشاي، وهنبتدي ان احنا نخلي بقى الليفت مع بعض. زي ما قلنا ان احنا سيبنا الليفت، الميه بتاعه الليفت اللي احنا غليناها وخدنا منها كوبايه للشاي، سبتها تبرد براحتها، عشان برضو لو حطيتها مغليه على الليفت هتعمل له يعني عمليه سلق، وانا مش حابه ان هو يبقى مسلوق. انا عايزاه بس كده عشان يحتفظ بالقرمشه بتاعته. فيدوب ان الميه يعني اغليها واسيبها تبرد. ممكن تحطيها دافيه، يعني دافيه خالص، فممكن تسيبها لما تبرد تماما. بدات احط الملح. حطيت هنا حوالي 3 معالق ملح على الكمية ديت، وطبعا الكمية مش هتبقى مظبوطة لكمية اللفت اللي عندي، فهضطر ان انا ازود كمان مية، وكمان طبعا هزود لها ملح. هو اللفت من الحاجات البسيطة اللي بتحتاج مكونات بسيطة جدا، هو بس مية وملح، محلول ملحي نحط فيه نسبة معينة من الملح. وطبعا الملح ملوش مقدار معين، وكمان ملهاش المية ملهاش مقدار معين، على حسب كمية اللفت اللي عندك. فاحنا بنحط بقى الميه والملح، وكمان هحط له قطعه بنجريه برضو هتخرجها من الفريزر زي ما هنشوف كمان شويه. وكده في الاخر خالص بقى بعد ما ننهيه، او زي ما احنا شايفين اهو، حطيت حطيت البنجر. انت ممكن تسيبيه لما يفك. هنا بقى احط معلقه السكر على الوش. طيب ايه لازمتها بقى معلقه السكر ديت؟ بتحافظ على قرمشه اللفت وبتخليه معاكي مده طويله جدا محتفظ بقرمشته وبطعمه الجميل. هنا حاولت ان انا افك قطع البنجر، بس طبعا مجرد ما حطيته شوفوا ما شاء الله يعني ادى اللون الاحمر ازاي. بقى النص اللي فوق ده احمر، وبعد شوية طبعا اللون الأحمر ده هيختلط بكل البرطمان، هيبقى لون موحد، اللون الورد الجميل اللي احنا بنحبه في الليفت، واللي كمان بيفتح النفس. هيبقى طعم ان شاء الله وشكل كمان، وان شاء الله تعملوه يعجبكم بأمر الله. هندخل بقى كمان على تفريزات العيد. الفسيخ. طبعا الفسيخ في ناس كتير بتحبه وناس كتير بتقرف منه من ريحته، بس صدقوني لما تعملوه في البيت بالطريقه ديت هيعجبكم جدا. الناس اللي مش بتاكله واللي مش بتطيق ريحته هتاكله، هيبقى مفضل عندها جدا جدا. وكمان ريحته هتبقى خفيفه خالص، يعني مش هتبقى الريحه اللي هي البشعه ديت اللي بتخلي الناس تخرج من بيوتها وتقعد في الجناين عشان تاكله بس مره في السنه. لكن المرة دي ان شاء الله لو عملنا كويس هيبقى الريحة كمان هتبقى خفيفة جدا وهتاكلوه كويس. طبعا السمك الفسيخ ده اللي هو النوع البوري. البوري ده احنا بنجيبه بيتغسل كويس ويصفى لتاني يوم، بنحطه كده عمودي عشان لو في دم او في اي حاجة بتنزل وبنخلص منها. تاني يوم بقى زي ما شايفين دلوقتي انا بدأت ان انا امسح
الخياشيم بتاعته بالمنديل عشان ينضف، وعشان لو في اي دم متبقي معايا لازم اتخلص منه عشان ما يعملش الريحه بقى القويه اللي هي بتقرف الناس، وكمان طعمه يبقى كويس. بدات ان انا اول خطوه تعمليها ان انت تحركيه كده، يعني تعمليه من فوق لتحت كده عشان الشوكة بتاعته تلين معاكي، وكمان الملوحة بتاعته تسري في كل لحمة الفسيخة او السمكة. عملناه. طب ايه بقى الحاجات اللي انا حطيتها في الخياشيم بتاعته؟ هي عبارة عن ملح وكركم وشطة، 3 مكونات فقط اهو زي ما شايفين. الملح بقى انا يا حبذا بقى لو كان ملح خشن، الملح الخشن بيبقى حلو جدا في الفسيخ، ولو ما عندكيش الملح الخشن ده هو بيجي من العطار وبيبقى رخيص طبعا، لو انت عايزه ب3 جنيه او ب5 جنيه بيديكي زي ما انت عايزه. ممكن لو ما عندكيش او ما لقيتهوش ممكن تعملي بالملح العادي اللي احنا بنحطه في الاكل اللي هو الناعم ده. اهم حاجه في الفسيخ ان انت تكفنيه كويس جدا يعني نغلفه كده كويس جدا جدا عشان الهواء ما يدخلش فيه. بص، هو يفضل ان انت تغلفيه بورق السلوفان، ورق اللي هو البلاستيك راب، اللي هو ورق الرقيق ده خالص، الاسترتش. تغلفيها كويس، تغلفي السمكة لو هي حجم كبير هتعملي واحدة بس، تغلفيها لوحدها. لو حجم صغير زي اللي عندي ده، فانا حطيت هنا ممكن تحطي 2، وممكن تحطي 3 كمان مع بعض في نفس التغليفة بتاعتهم او في نفس الكيس. لو ورق البلاستيك راب زي ما قلنا، بتحطيها وتلفيها كويس جدا جدا جدا، وتقفلي عليها من فوق ومن تحت زي ما بقولك كده بتكفنيها، ونحطها وكمان نيجي عليها بالبلاستر كده او باللزق، وكمان عشان نضمن بس ان الهواء ما يدخلهاش. يا اما تعمليه بالطريقه اللي انا عملتها ديت، وبالف هنا وشفا. ان شاء الله هنزل الفيديو كامل في فيديو تاني، انتظروني، واشوفكم على خير في فيديو قادم بامر الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.